عزيزي الزملكاوي البائس، جاي لك النهارده في فيديو قنبله. اسمع كده الكابتن ميدو بيقول ايه. صباح الفل. جوميز مشي من الزمالك لانه كان عنده مستحقات متاخره ولاعيبته عندها مستحقات متاخره، والراجل استشعر ان اللي جاي بالنسبه له كله نزيف وخساره، وخساره كل الشغل اللي عمله في الفتره الاخيره دي. الحقيقه وانا دوري ان انا انقل للجمهور الحقيقه. سمعت؟ يعني الراجل ماشي عشان انتوا ناصبين عليه في الفلوس، ويقال ان المية اللي نزلت للعيبه في اخر ماتش ليه كان هو اللي دافع تمنها، نازله على حسابه الشخصي. يعني الراجل قاعد في ناديكم، جايب لكم كونفدراليه، واخد لكم سوبر افريقي من الاهلي، وقاعد في ناديكم بيصرف على نفسه من جيبه وبيصرف على اللعيبه وناصبين عليه، وفي الاخر مؤامره. الاهلي بيعمل مؤامره عليكم عشان لما قلت لك الاهلي مش فاضي الفرقه بهلهوله زيك ما صدقتنيش. لو لسه ما تابعتناش ما تنساش تعمل متابعه عشان ما يفوتكش كتير، وما تنساش تصلي على النبي في كومنت. سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.